عمرك سألت نفسك ازاي ممكن حد يتنصب عليه بمجرد ما يضغط على لينك معين؟ وده اللي حصل بالظبط لما اتبعت لموظفين في مؤسسات كتير لينك بيستعجلهم ان هم يراجعوا الفواتير والملفات دي في اسرع وقت ممكن. ولكن الموضوع ما كانش بالسهوله دي، لان جوجل بتقدر تميز الايميلات السبام اللي فيها محاوله للاحتيال او النصب مهما كانت ذكيه ومكتوبه بطريقه بروفيشنال. ولكن الخدعه هنا ان اللينك كان لينك جوجل نفسه، فبالتالي جوجل ما حظرتش الميل لانه تبعهم اصلا. الموظفين وصل لهم لينك لجوجل ميت عادي جدا جواه ريدايركت بارامترز بتخليهم لما يضغطوا على اللينك يوديهم على صفحات كتيره جدا من غير ما الموظف ياخد باله. عارف لعبه العرايس الروسيه ماتريوشكا؟ بتبقى عروسه كبيره جواها عروسه اصغر فاصغر وهكذا، وده بالظبط اللي عمله مجموعه الهاكرز دول. كان لينك من بره يبان انه امان، ولكنه بينقلك على صفحات تانية كتير لحد ما توصل للصفحه اللي الهاكر عاملها لك، وهو ده ببساطه ثغره الاوبن ريدايركت. ولكن الهاكرز ما وقفوش لحد هنا، بالعكس عملوا حركه ذكيه قوي. ضافوا صفحه من ضمن الصفحات تعريف التحقق الكابتشا اللي بتسالك دايما هل انت روبوت. وعملوا الصفحه دي لسببين: اول حاجه عشان البوتس ما تقدرش ان هي تتخطى الصفحه دي فتقول لك خلاص الصفحه دي باللي بعديها امان، وكمان علشان الموظف يحس بالامان الزائف، يحس ان الصفحه دي ما فيهاش مشكله، ده بيتاكد انا روبوت ولا لا. لحد ما اللينك وصل لصفحه تسجيل الدخول لحساباتهم في جوجل، والموظفين لما دخلوا الايميل والباسورد والاو تي بي، الهاكر راح واخد البيانات دي بعتها للسيرفر الحقيقي واخد منه السيشن كوكيز، وبكده يكون اخترق حساباتهم وبياناتهم. ومن ضمن طرق الاختراق الثانيه ان اللينك بيوديك على صفحه يقول لك فيها جهازك اللي نوعه كده كذا وموديل كذا مخترق، فحمل التطبيق ده علشان يحمي جهازك من الاختراق والفيروس. فانت تستغرب هم عرفوا نوع جهازي منين رغم ان ده سهل جدا. فتحمل التطبيق، فبكده ما يكونش بس اخترق حساباتك، ده يكون اخترق جهازك كله بكل الحاجات اللي عليه. فعلشان كده ما تدخلش على اي لينك انت مش واثق فيه، مش واثق مين اللي بعده. وبالنسبه لللينك والرساله اللي كانوا في اول الفيديو، فده لينك سليم جدا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان يوعيك ازاي تحمي اولادك واسرتك من الاختراقات اللي بتحصل لهم على الانترنت بشكل عام. وبس كده، سلام.